جانا ابنة الفنان عمرو دياب طلعت أجدع من باباها، وعملت حملة مقاطعة على انستجرام لمنتجات اللي ما يتسموش، وقررت تساند وتدعم القضية الفلسطينية رغم الهجوم الكبير على عمرو دياب، اللي برغم الملايين الكتير اللي عنده واللي ما تتعدش جري كده وعمل إعلان لشركة بيبسي أكبر داعم للكيان. ومن وقتها والجمهور عامل حملة مقاطعة ليه والكل اللي اشترك في الإعلان، زي محمد صلاح واحمد السقا وكريم محمود عبد العزيز ونوال الزغبي. وبكده جانا عمرو دياب وصلت رسالة لوالدها غير مباشرة بأنها ضد حملة الإعلانات اللي عملها لشركة بيبسي، وإنها مع الجمهور ومع المتابعين في مقاطعة المنتجات دي. ومش هننسى طبعا واحنا بنتكلم عن ان في فنانين كتير محترمين رفضوا الاغراءات والملايين اللي عرضتها عليهم شركة بيبسي علشان يظهروا في اعلاناتها، زي الفنانة دنيا سمير غانم والفنان احمد مكي ومغني الراب الشهير ويجز. وكلنا عارفين طبعا موقف ويجز من اول يوم بدأت فيه الحرب على غزة. قولولنا بقى ايه رأيكم في موقف جنى عمرو دياب، وايه رأيكم في اللي عملته؟ هستنى كده تعليقاتكم على الموضوع.